بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا في الفيديو. دي قناتي، لو اول مرة بتشوفوا القناة عندي اتمنى طبعا نشترك، واتمنى كمان حطوا لي لايك على الفيديو عشان ان شاء الله باذن الله اول ما انزل فيديو يبدا يوصل لحضراتكم ان احنا نزلنا فيديو. بصوا بقى، كل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا في العيد، انا طبعا بقالي فتره كبيره مش بعرف انزل فيديوهات، معلش بقى اعذرونا الفتره دي لاني انا نقلت مكان تاني، فان شاء الله باذن الله هعمل معاكم بطاريه وهنظبط الدنيا ان شاء الله من اول وجديد. بس حبيت بقى فيديو النهارده كده اجمع لكم فيديو واقول لكم كده ان شاء الله باذن الله في موجه الحر دي انت هتعملي الكتاكيت، هتاكلي ازاي وهتحطي ميه ازاي ودرجات الحراره هتكون معاكي عامله ازاي. فتابعيني بقى. مبدئيا لو انت بتربي ارضي يبقى الفرشه كل يوم تتنضف، كل يوم لازم تتنضف الفرشه، تمام. وكمان يعني ايه، لا شويه تبن صغيرين خالص، حاجات بسيطه بس على الايه، على الارض كده تبداي ان انت تحطي شويه تبن صغيرين، تمام. وطبعا قبل التبن لو بتربي ارضي لازم يكون عندك الجير المطفي. الجير المطفي ده سحر، سحر فعلا يا حبايبي، خاصة في فصل الحر اللي احنا فيه ده. فوائده ايه بقى الجير المطفي؟ لو في بلل في الارض بيبدأ يمتص البلل ده، تمام. حاجة كمان هو معقم للمكان، حاجة كمان بيمنع معاكي ظهور بقى حشرات او اي حاجة ريحة وحشة كلام من ده، فبيمنع معاكي الكلام ده. فانت كل يوم هتبدأي ان انت ترشي شوية جير مطفي بسيطة كده، رشة بسيطة على الارض، اوعك تعفري على عين الكتكوت او عين الفرخ بايديكي كده يا دوبك، بس ايه، تبداي ان انت ترشي حاجات بسيطه، تمام. ورشه برضو شوفي بقى، انت بتحطي نشاره، بتحطي تبني، شوفي انت بتحطي حاجه بسيطه برضو تحتيهم كده، يبقى التنظيف يومي. تبداي بقى ان انت خلاص مثلا لو انت حاطه الفراخ في جزء، الجزء التاني ابداي امسحيه بشويه ميه ساقعه كده من التلاجة، شويه نعناع، كلام من ده، ابداي امسحي الجزء التاني. مش عايزه ميه ساقعه، امسحي بميه عاديه، شويه فينيك، شويه كلور، ما تقلقيش خالص، انت كده بتعقمي المكان. لان انتوا كمان عارفين في الحر ده الدبان بقى، الدبان بصراحه في الحر بيبقى مش احسن حاجه. فانت دايما المكان يكون عندك نظيف، دايما منظفه الايه، الدنيا كده عند الفراخ. عندك سقاياتك كل يوم يوميا تتغسل، لازم كل يوم تغسلي سقاياتك. الاكل ما تحطيش اكل كتير بالنهار خالص خالص، مفيش مشكله، حط شويه صغننين خالص. هو بيقوم يلقط وينام تاني لان بيتفرهد في الحر. بيبدا ياكل امتى بقى؟ من بعد المغرب، اول ما الجو بقى يبدا يطري كده، بتبصي بقى سبحان الله تلاقي الفرخ معاكي بدا يقوم ياكل. فحته الاكل بالنهار دي ما فيش مشكله خالص، جوعي شويه عشان لما يجي بقى معاكي بعد المغرب يبدا ياكل معاكي. الميه هنغيرها كل ساعتين او على حسب درجات الحراره عندك. ما ينفعش تخلي الميه سخنه عند الفراخ، اولا هتبصي تلاقي يظهر عندك اسهالات شديده والفرخ بيخس معاكي. ده بسبب ايه؟ ده بسبب سخونيه الميه قدامه. بتبداي ان انت تشيلي الميه كده من قدامه وتبداي تظبطي كل حاجه، تمام. طيب حاجه كمان هنبدا بقى ان احنا نعمل ايه، خلطات في الميه. طبعا خلطه البصل والثوم والليمون ده لا لا خالص، مش بنعملها في الحر اللي احنا فيه ده خالص، تمام. طب انا ممكن اعمل ايه؟ انت ممكن تعملي كركديه، تعملي شاي، تعملي ليمون، تعملي نعناع، تمام. عندك بدائل كتير. حابه تعملي مثلا ان هو يشرب ميه بتوم، حطي توم باودر، بلاش توم من اللي هو الايه العادي ده. وكمان تكوني معطشاهم شويه عشان يشربوا، بعد كده تشيلوا الميه من قدامهم على طول، تمام. ممكن تعملي مغلي حبه البركه، تحفه تحفه، من اقوى روافع المناعه اللي انت ممكن تعمليها. هتجيبي كده زي رتل ميه، تبداي تغليه، واول ما يغلي تطفي عليه وتبداي تحطي معلقه صغيره من حبه البركه وتغطي على الكلام ده، وتبداي تقدميه بقى سواء لكتاكيت سواء لفراخ عندك، حلو جدا. يبقى انت هتستبعدي خالص الخلطات اللي هي التقيله في فصل الصيف، تمام. تبداي بقى حابه تعملي مثلا على الاكل حاجه، ممكن بقى ايه برضو كده. كل الخلطات دي حبايبي ما ينفعش ان انت تعمليها لهم الظهر او في الحر الشديد لان مش هياكلوا. احنا بنقول ممكن تبداي تعملي تشتغلي مثلا ايه من بعد المغرب بقى. الخلطات اللي انا هقول لك عليها دي اللي هي ايه، تجيبي مثلا معلقه عسل اسمر تبداي تحطيه ليهم كده في الميه، في الاكل لو انت حابه، او في الميه برضو زي ما انت حابه. ممكن تعملي كمان، بصوا حبايبي، السبله لازم تكون متماسكه كده، شايفين لما تيجي تجر الدرج لازم تكون السبله متماسكه. طبعا احنا ذبحنا بقى الدوره اللي فاتت وكده. انا مجمعه لكم بس فيديو علشان حابه بس اطلع معاكم اقول لكم خلطات الايه، الخلطات اللي احنا هنعملها، تمام. طيب اعمل ايه كمان؟ ممكن اعمل الحلبه مثلا كده برضو، واحط ايه على الاكل واحط في الميه يبدا يشرب كل الكلام ده كده ايه من بعد المغرب.
فتره الصبح دي ما بعملش خلطات نهائي، هما بس شويه العلف صغيرين زي ما انتوا شايفين. الفراخ كده كده ما تاكلش، يعني ما بتاكلش بالنهار خالص خالص. تمام. مفيش مشكله. من بعد بقى يعني مثلا لو الفراخ عندك شهر اتبقى منك شويه رز زي ما قلت لك، حطي، والله العظيم بتودي الفراخ في حته تانية خالص في الطعم. دي انا بقول لكم انا من تجربتي بقى. يعني احنا حطينا لهم رز ومكرونه وخضار وحاجات من دي، ما تحطيش انت الحاجات دي، حطي بس شويه رز لو اتبقى عندك. ظهر عندك بقى السلات، اعمل ايه؟ ابدا احط مثلا حبايه فلاجيل في الميه يبدا يشرب منها. ابدا احط مثلا اعمل شاي تقيل جامد واعصر عليه ليمونه وابدا يشربه كده، برضو هتبدا تظبط معاكي. معلقه نشا كده على الاكل، معلقه مثلا رز مصحون كده، ابداي حطيها على الاكل كل يوم معلقه، تمنع معاكي الاسهالات باذن الله. طيب ايه اللي بيخلي الاسهال يجي؟ درجه الحراره العاليه بتبدا تعلي معاكي الاسهالات. سموم في العلف بتبدا برضو تخلي الفرخ معاكي يسهل. طول ما الفرخ مش بيسهل هتبصي تلاقي بسم الله ما شاء الله الفرخ يزيد معاكي. طبعا الفراخ دي كانت دورتها 45 يوم، احنا ذبحناهم. حلوه جدا جدا ما شاء الله، الفرزه الحلوه بتبان كده زي ما انت شايفه، وبتبدا تكبر وبتبقى جميله معاكي. تمام. فدخلوا حبايبي، دايما بقول لكم دخلوا الخير في بيوتكم، هاتوا ان شاء الله 5 فرخات بس، مش هتحسي بتربيتهم والله ولا هتحسي باكلهم. شايفين ما شاء الله الفرخه الواحده بس ماليه الصينيه عامله ازاي ما شاء الله. طيب هرجع بقى بتكلم معاكم تاني برضو. بالليل نعمل ايه بقى؟ بالليل نزود الاكل، نحط الميه بزياده، كلام من ده. طول ما الفرخ مفرهد معاكي مش هياكل زي ما قلت لك بالنهار خالص. طب انا ممكن بقى اعمل ايه؟ احط مكعب ميه في الميه اللي هم بيشربوا منه، مكعب تلج اقصد. مكعب تلج في الميه يبدا يشرب منه، مفيش مشكله خالص، بتبقى حلو جدا. طب الناس اللي مش عايزه بقى تربي فراخ بيضه، هاتي فراخ ساسو حلوه جدا جدا، كانك بتاكلي بصي فراخ بلدي. طعمها بيبقى مسكر بطريقه رهيبه، دورتها بتبقى 60 يوم، بتبقى بصوا تحفه. طب هي الفراخ دي بتبيض بعد 6 شهور، بس مش بتبيض على طول يعني، لان المناعه عندها برضو مش احسن حاجه. بس في ناس على فكره بتجيبها وبتسيبها للبيض عادي، مفيش مشكله، وبتاكل بقى مع الفراخ البلدي وكلام من ده كله. بس احنا الصراحه بنجيبها برضو فراخ تسمين كده، وبنذبحها بتبقى زي السكر، كانك بالظبط بتاكلي فرخ بلدي. وبتيجي بقى بعد الشهر، يعني بعد ال40 يوم اقصد، بتبداي ممكن تعملي لهم تقليبه عادي مفيش مشكله، بيبداوا ياكلوا. وتبقوا عندك شويه رز، اي حاجه في اي حاجه حط لهم بياكلوا، وبيبقوا حلوين جدا جدا معاكي. ده بديل للناس اللي مش حابه تجيب فراخ بيضه. بس طبعا احنا ما بنستغناش عن الفراخ البيضه، بنعمل منها كل حاجه، بنعمل منها بانيه، بنعمل منها مشويات، بنعمل منها حاجات كتيره جدا. ده كان فيديو النهارده، اتمنى فيديو النهارده بقى يكون عجبكم. لو عجبكم حطوا لي لايك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ادعوا لنا بس بصلاح الاحوال، ونبدا نشغل القناه تاني باذن الله، وننزل فيديوهات على طول باذن الله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه حبايبي.